تشوف حد من الجمهور اللي بره مش معانا من الوسط لامم صور عنك. حد هيطلع يشتم بقى والحاجات لا بالعكس، من خلال موقعنا قعدنا نقول مين معاه صور مع رامز ومع فلان ومع فلان ومع فلان، وحطينا اسامي ال60 فنان اللي احنا هنستضيفهم في هذا البرنامج. ففي ناس تطوعت جت قالت وطلعنا على الصور اتفرجنا عليها وقعدنا معاهم. شايفها دلوقتي؟ لا تسمح لي اشوف الضيف الاول وبعدين اشوف الصور عشان يبقى اصل وصوره. طبعا. اتفضلي يا مي. ازيك اخبارك؟ هاي رامز، ازيك عامل ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. احنا مبسوطين جدا انك معانا النهارده لانك انت الصديقه اللي من بره اللي معاها صور تجمعه برامز. اهلا وسهلا بيك، انا بجد مبسوطه قوي ان انا معاكم النهارده، انا فرحانه جدا. وبجد رامز حد جميل قوي وحد شهم جدا وصاحب صاحبه وجدع موت اصلا، فالواحد اكيد يبقى مبسوط لو كان معايا. طبعا معاكم كلكم اكيد والله. طب تحبي تتكلمي عن موقف حصل بينك وبين رامز ولا نشوف الصور الاول؟ يلا نشوف صوره كده. طب سؤال بس بيحضرني دلوقتي، انت تعرفتي الاول بدايه علاقتك برامز امتى؟ رامز اتعرفت عليه كان بيعمل فيلم احلام الفتى الطائش وكان قاعد في سله البلياردو مع اصحابه، وفجاه كده راح قايل نكته لطيفه جدا بصوت عالي، فاحنا كنا قاعدين انا واصحابي سمعناها فموتنا على نفسنا بالضحك. مش عارفه طبعا اسكندرانيه صح؟ فمش عايزه اقول لك بقى، انت عارفه نكت رامز اكيد تموت من الضحك يعني. فاحنا ضحكنا بصوت عالي فهو سمعنا وشافنا بقى، فجاب خفه الدم كده واتعرف علينا وخد تليفوناتنا ويعني اتكلمنا بقى. بعد كده بقى في عرف بعد كده. فاكر يا رامز لما عزمتني على التصوير؟ طب ايه تطورات العلاقه ما بينك وما بين رامز؟ ده ايامها بعدها بايام عزمني على التصوير بتاع اللي هو فيلم احلام الفتى الطائش. احلام في ايام وعرفني على الكاست بتاع الفيلم كله، جميله نيلي كريم والفنان حسن حسني وانجي علي. صح. احلى حاجه في رامز اصلا ان هو ما عندوش اللي هو مراد الشهره والنجوميه بقى، الحمد لله حد بسيط جدا وحد متواضع قوي، ما عندوش الكبر ده. طب نحب نشوف الصور. ولا ايه اشتري موت اعمل ايه؟ الحمد لله تمام. تلقائيه قوي. لا طبيعيه. طب نشوف الصور، نتفرج على الصور. دي صورة بس موقفها، بس انا مش عارفه ايه اللي مخليكي يعني هو مكشر وانتي عامله بقك كده. لا انا عايزه اقول لك ان هو كان مستعجل قوي واحنا كان في حاجه حصلت فهو كان مقومني بسرعه علشان نجري قبل حد تاني. ايه ده؟ ايه اللي قومك بسرعه؟ مش فاهم. انت مش شايف يا رامز؟ طيب عامه دي بسرعه حلوه قوي. كان يومك بسرعه كنت في التصوير؟ كنا كنا قاعدين في كافيه كده بعد التصوير. هو رامز بيحب يهزر انت عارفه مواقفه اصلا يا حبيبتي يخرب عقلك. اللي يعرف رامز اصلا ما يسلمش. كنت عايزه تقولي ايه اللي ما قلتيش اسمها ايه؟ ادوارد ده فاكر اكيد الحوار لما دبسناه انا وهو، لما دبسنا الاستاذ على عزومه ورحنا بالعربيه. لحظه انت ايه رد فعلك الفريز؟ انت في حد عملك؟ هو ما سمعش الحدث. ما نطقش تحس ان حد عايزه عمل يقول ايه يعني؟ ايه؟ عايزه يقول انت فجاه طب دخلتي بقى هو من فضل اسمع القصه. ايه قصه ايه؟ السوق قولي قولي دلوقتي. مشكله عايزه اقول لك ان احنا انت يا سايلنت. الله بقول لك ايه، لو ما سكتش رامز لو ما سكتش هطلعك بره. ايه ده؟ هو نفس بس لا اللي يقعد معاه شويه اكيد لازم يصدق. ده العشر الامي. شوف كسفتك. يا نهار اسود يا نهار اسود، يعني جايبين يا جماعه انت يهبل ده تنطق يهبل بصورتك. دي صورتك اللي حاطه راسها مكانها. انت مش شايف ولا ايه ادوارد اصلا؟ لا انتوا متفقين مع بعض. انتوا متفقين مع بعض ودي ايدك بس عايز اقول لكم حاجه يا جماعه بجد تحيه فوتوشوب. ادوارد الصوره دي بجد ولا مش بجد؟ انت بتقول انت اكتر واحد صح. يعني هي باينه ايه يا جماعه اللي عمل فوتوشوب ده هيضيع. يا نهار اسود ده هيروح النار. الصور اللي قبل كده بجد. انت بتنكر ليه؟ هيروح النار. انت خايف من حاجه؟ اسكتي شويه. انت بتنكر ليه؟ اصل عادي يعني ايه ده عايز يعني صحاب يعني يا جماعه انا اعترفت انا اعترفت ان كمان لا مش عايزين علاقه اسمار. يعني بلاش بواخه. لا بلاش بواخه بجد. قول كنت متصور معاها في فتره من الفترات. ماما ماله؟ انا مش عارف اقول له ايه بصراحه. ماله؟ انت نزل رجلك واصحى. ولا انا مش عارف اقول لك على حاجه. انا ندمت على علاقه صداقتنا. ليه يا رب؟ بس هي الموضوع يعني ابسط من كده بكتير. مش فاكر لما يعني تبقى العربيه ولبس بتاعت طب ممكن اسالك سؤال؟ لو انت بجد فاكره مين تاني غير ادوارد شهد على جوازنا؟ انت بتهرج يا رامز. مين هو تقريبا زياده. خلاص يا رامز مين؟ خلاص يا مي خلاص يا جماعه نعتبر ان احنا ما شفناش الصور ومعلش يا رامز احنا يمكن خدعنا، احنا سوري، يمكن هو بيكذب احنا مش عارفين.
انا وضعنا صعب يعني ايه يعني يعني احنا بذلنا جهد. انت بتنكر يعني تفضلي يعني انت بتنكر دلوقتي تفضلي ان علاقتنا خلاص يا رامز خلاص. مشروعه ولا غير مشروعه زي خالد يوسف كان مشروع. على فكره ما بقاش دمك خفيف. انا اسف جدا. عيب يعني بصراحه يعني انا مش عارفه خلاص يا دور ما هتقول ايه؟ هتقول ايه يعني؟ هو انسان بجد مش عارفه. طب لحظه واحده، ادوارد متجوز؟ طبعا. مراته اسمها ايه؟ I don't know. You don't هو انا know؟ اتدخل في شخصياته؟ اشمعنى دلوقتي يا دونو؟ لانه صاحبي مش زيك. كان يسبيك انجلش؟ انا مش عارفه اتكلم بقى. طب هو Do you know؟ اديله فرصه انت يتكلم. بتكلمني Do كانك you know بتعرفني. ادوارد وايف؟ رامز انت بتتكلم كانك بتعرفني know هو انت عندك كام سنه؟ مادمازيل سوري. مادمازيل ادي ادوارد فرصه يتكلم. تتكلم ازاي؟ يعني انا عايز اقول رامز يعني ليه علاقات كتير واقدر اقول ان يعني مش يعني مع العلاقات الكتير هو ممكن يعرف ناس كتير. علاقات. انت كمان ليك علاقات وصحاب غيري. كذاب يلا. مش عارف تمثل يا هبل، مش عارف تمثل. اقولها لكم انا؟ اوكي. رامز سيب صح. بجد انا مش عارفه ايه اللي انت بتعمله ده بجد. انا همشي. اتهبلت. انت بجد يعني مش عارفه اقول لك يعني ليك علاقات وليك صحاب غيري وعندك جرأة تخليني انا شكلي كده قدام الناس وتحبطني وتخليني انا كده ابقى مرتبكه قدام الناس مش عارفه اقول ايه وبتنكرني. انا بجد تفتكري عارفه انا بنكرك ليه؟ عارفه انا بنكرك ليه؟ لا بجد انت عارفه كويس انا بنكرك كفايه قوي. انا مش بتاعي خالص يا ادوارد ان انت تحميني قوي حاجه لانه اساسا سوري معلش ان انا ظلمتك قبل ما امشي لازم اقول لك ده. انا ظلمتك بجد وخدت فكره عنك مش كويسه. طبعا هو اللي عطاها لي الاستاذ رامز حبيبك اللي انت بتدافع عنه دلوقتي تقول لي على فكرة انا عندي انا مش كويس. ده مش وانا مالي انا بالموضوع ده. لا اسال الاستاذ والله مش انا اللي عرفت. انا ما اعرفش شخصياتكم اكيد هو اللي قالها لي. طب انا ما اعرفش. هو قال لك ايه؟ لو قال لك ايه انت قلتي ادوارد دخلتي الموضوع ليه؟ ايه موضوع؟ لا انا بجد قبل ما امشي لازم اعتذر. انا دلوقتي صدقته على الكلام اللي طبعا الكلام الكتير اللي كان بيقوله اكيد دلوقتي انا عن ادوارد اللي عمل ادوارد. لا استني لا لحظه واحده يا انتصار. لو بتتكلمي عن علاقتي بميسه، لا ميسه انت كنت عارفه علاقتي من زمان بيها وقلت لك قبل ما يحصل بينا ارتباط ان انا ميسه دي لا يمكن استغنى عنها ابدا. انا قلت لك كده وانت وافقتي. كونك وافقتي من الاول ان انت شخصيه موافقه خلاص. لحظه احنا بنتكلم دلوقتي عن ايه؟ ايه يا جماعه بقى؟ اعمل ايه اكتر من لحظه صغيره. انا ما اعرفش يا رامز. رامز انت كنت حاضر في القعده. انا مش عايزاك في الحلقه. لا لحظه بقى مش بمزاجك. انت واحده غيره هتاخدي فلوس على اللي انت بتعمليه. انا كنت بحاول اهزر والطف الجو وطبعا معلش انا ما كنتش مصدقها بصراحه. انتصار ممكن يقول حاجه لحظه دخلت في الاخر. لا دخلت بعد ما اقول كنت ناسي معلش لكن ما تقولش لا انا كنت بهزر لكن عايز اعرف رامز قال لك ايه عني. انت بتقول رامز حبيبك. طبعا حبيبي واحنا اخوات قوي. طب حبيبك ده كان بيقول عليك انك دمك تقيل قوي وانك بتاخد افيهاته وتكررها. مش بس كده ده قال المخرج سامح في اخر ايام التصوير يا ريت تقللوا مشاهد عشان انا مش عايزه يبقى موجود. ادوارد انا قلت فاكر اخر لا يوم انا عملت كده بس عندي اسباب. لا انا عملت كده بس عندي اسباب. فاكر اخر يوم تصوير لحظه واحده لما قال لك كان معبينا معاك وقال لك لا انا مش جاي اصلا انا تعبان وهروح على البيت على طول. انت قلت كده. ادوارد كان عندي اسباب. فاكر يا ادوارد انا بعترف بس عارف ليه؟ ممكن اقول لك اسبابي. ادوارد لو كنا زودنا دورك كان هيضرك يا حبيبي. بس انت حكيتي لي كان هيضرك صدقني. حكيتي لي حاجه ثانيه لما حكيتي لي حاجه ثانيه على فكره. مش انت حكيتي لي لما جاي يوصلك عن يا جماعه المشكله يا جماعه مي عايز اقول لك على حاجه. مي بصي من الاخر لو الموضوع ده عشان ميسه انا مش هسيب ميسه. مش هسيبها. ادوارد انا بس حبيتك. مش هسيبها. لحظه بقى استني بقى لحظه. مش هسيبها بقول لك. مش هسيبها. انا بقول لك لحظه بس عشان معلش انا حبيت افهمك بس عشان انت حد طيب. لحظه انا كنت واخد الموضوع تاريخي. ادوارد انا شلت دورك من الفيلم بس ليه يا اسبابي؟ عايز افهم. انا عايز افهم. انا دلوقتي كنت بهزر واخد الموضوع تاريخي. يا جماعه عايز اقول لك على حاجه. عايز افهم القصه انا. اتفضل. كذاب يلا حتى بنرفزك كذاب. انا عايز افهم القصه دلوقتي. الكلام اللي بتقوله ده انت قلته فعلا؟ هو انا ايش عرفني؟ انا معترف لك. هي ايش عرفها بالكلام ده صحيح؟ انا عملت كده فعلا. طب وانت المفروض تعمل كده يعني انت كده اكيد لما بروح انت كده اكيد لما بروح البيت يعني انت بتوري كده مراتي كل خصوصياتي اكيد. فقلت لها الكلام ده هي واحده غير امينه على خصوصياتي. ما تقولش مراتك من فضلك. كويس ان هي ما وصلتش لغايه كده. ما تقولش مراتك. رامز انا جاي على البرنامج انا صاحبك وحبيبك وقلت فرصه حلوه نهرج وبتاع لكن انا واضح ان الموضوع انت مش فاكر اليوم اللي انا كان واضح ان الموضوع ما بقاش ايه الجمل حصل فيها لخبطه. ايه فاكر اليوم اللي انا مش فاكر اللي كان قال لنا فضلنا ميعاد واجل الميعاد واتصل بيك وقال لك انا عندي صداع هروح على طول على البيت. فاكر في اخر ايام تصوير الفيلم من احلام الفتى الطائر. يوميها قال لي انا وزعت اصل دمه تقيل والقعده خنيقه بيه.
نزلت رحت الميسة عايز والله العظيم خساره صاحبه. ادوارد انا قلت لك من الاول ده انا كان اسف انا اسف ان انا اسف ان انا حضرت البرنامج ده يا جماعه. متجوز عندك ولاد وانا كان في حتى مشروع جديد هخشه مع رامز، فانا معتذر. ادوارد لا بص، لو انت هتعمل كده لحظه واحده لو انت هتعمل كده بجد، مراتك تعرف ان انت متجوز عليها؟ مراتك تعرف؟ اشمعنى انت عمال تفضح فيا؟ شفتي يا رامز؟ لو سمحت بعت الكاميرا عندي. شفتي ايه؟ مرات ادوارد الست الطيبه هو ده صاحبك مامة ولاده. اهو بدأ هقول لها انت اتجوزت ايه؟ كده مش هقعد في القعده دي. هقول لها انت اتجوزت. انا عارفه بس لحظه واحده ياخد المايك وهو بيصور حسن ومرقص. هقول لها انت اتجوزت مين؟ اتجوزت ايه يا عم؟ اقول لها يا رامز ده مش الكلام ده مش تاريخ. اديك شايف انا وريك يا جماعه انتصار ما حدش عنده الجراءه يتكلم زيي على فكره. انا على استعداد اواجه اي حد. احنا اسفين بجد يا جماعه احنا جايين. الست اللي جايه دي جايه علشان تقول ان انا في بيني وبينها علاقه غير شرعيه، وانا بقر بعلاقتي بيها. اعمل ايه اكتر من كده؟ اعمل ايه اكتر من كده؟ مش طبيعي بجد، انا بقول كده. انا بجد اسفه يا جماعه ان انا عطلت نفسي وجيت الحلقه دي عشان خاطر. اتفضلي. السلامه. انا اتجوز واحده تمشي كده؟ يعني انا اتجوز واحده تلبس شمسيه؟ يعني طفشت الاثنين اللي احنا جايبينهم دق لك. والشام. اقعد بقى بطولك في البرنامج، اقعد دور بقى الحوار، اتكلم مع نفسك بقى. دي واحده عندها رباط صليبي وجايه تقعد تتكلم، اعمل لها ايه؟ اعمل لها ايه؟ يعني اصحابك الاثنين اللي معاهم صور معاك كرهوك. طبعا. عاجبك؟ طبعا. الحلقه دي اثبتت لي حاجتين. اولا ان ادوارد بيحبني قوي وانا بحبه اكتر ما هو بيحبني. ثانيا اكتشفت ان انتصار مذيعه عبقريه وحياه ربنا انا بحبها جدا والله العظيم. انتصار صديقتي